هعلمك النهاردة تعملي بطريقة بسيطة وبأقل الإمكانيات وتفرحي ولادك. أنا هاجر جودة ودي قناتي. ما تنسوش أي حد يشوف الفيديو ده يعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة. هنقول بسم الله. مقادير: الربع كيلو سبونج، 3 بيضات، ربع كوباية مية، وممكن ما تضيفلوش المحسن الجل بس انا حطيت له نص معلقة محسن جل، ودي ماركة بونو بلس، بتفرق في ارتفاع وطراوة الكيك عن تجربة. جهزت الصاج بتاعي زي ما انتي شايفة كده، وهنزل بالخليط لازم يبقى تقيل معايا بالشكل ده كده. ده بيدل ان الخليط ناجح معاكي. بيدخل الفرن على درجة حرارة 180، يقعد من 10 دقايق ل 12 دقيقة بالكتير. زي ما انت شايفة كده قلبته على لوح او قطاعة او اي حاجة، وتسلكي منه الورقة اللي فيه وكمان تلفيه بفوطة. والكلام ده بيتم وهو سخن جدا، ما ينفعش يا جماعة يبرد، عشان لو برد هيتكسر. لازم يبقى سخن يعني بناره. هنا كان خلاص لفيته وركنته على جنب. هعمل معاكم برضو السبونج الشوكولاتة. برضو الربع كيلو بياخد 3 بيضات، ربع كوباية مية، نص معلقة محسن جل. لو مش موجود عادي جدا، نفس اللي احنا عملناه قبل كده، بنكرر نفس الخطوات. هعمل بقى معاكم هنا الكريم شانتيه اللي هنجهزه بقى ايه للحشوات. نص كوباية كريمة، عليها ربع كوباية مية متلجة على حسب الكريمة اللي انت هتستخدميها، سواء خام سواء بسكر، اللي انت عايزاه تقدري تستخدميه. نفس اللي انا عملته قبل كده كررته معاكم تاني علشان التفاصيل تثبت معاكم. هنلفه برضو بالفوطة، وكان سخن يعني لازم يبقى سخن يا جماعة، ودي اهم حاجة انا بنبه عليها. هنا كان خلاص بقى عدى على وقته ساعة ونص، تركيني ساعة ونص ساعتين. واهم حاجة الطرف بتاعه بيبقى متني، اوعي تفرديه، لان انت لو فردتي الطرف ده انت خلاص كسرتيه وباظ منك. حطي بقى الحشوة اللي انت عايزاها. انا حطيت كريمة، وحطيت صوص فراولة، وحطيت شوكولاتة بيضة مبشورة، وكان يعني ولا كلمة. بصوا زي ما انتم شايفين، ولا غلطة ولا تكسر ولا تشقق ولا تهربد ولا اي حاجة. بصي، ولا كلمة. وبرضو الشوكولاتة هنعملها برضو بنفس الطريقة. بس في ملحوظة نسيت اقولك عليها: بعد ما بتلفيه كده لازم يدخل الفريزر يوم. لازم يقعد 24 ساعة في الفريزر يا جماعة. ما ينفعش بعد شوية تشتغلي فيه، لازم تشتغلي فيه يبقى ناشف جدا عشان ما يتكسرش منك. هنا انا جهزت الحشوة بتاعة السويس رول الشوكولاتة. حطيت معلقة نوتيلا كده، شوكولاتة بلبن، وكيس نسكويك،